كما بيّنت لنا هذه التجربة أبناء الطلاب فإنه يمكننا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. يا مسلم أقبل وتمنى، أمسك بمفاتيح الجنة، فالدرب طويل محفوف بالخطر الداهم والفتنة، فالدرب طويل محفوف بالخطر الداهم والفتنة. يا مسلم أقبل وتمنى، أمسك بمفاتيح الجنة، واسمع لحروف من نور صيغت في رق منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة. واسمع لحروف من نور صيغت في رق منشور، من آي كتاب مسطور وحديث من هدي السنة، وحديث من هدي السنة. يا مسلم أقبل وتمنى، أمسك بمفاتيح الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كنا قد تقدم معنا في حلقات ماضية كلام كثير عن الجنة وما أعد الله عز وجل فيها، بل تكلمنا أيضا في عدة حلقات عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه الكرام، وكيف أنهم كانوا يطلبون رحمة الملك العلام جل جلاله. أما اليوم فلعلنا نتكلم عن سعة رحمة الله جل وعلا، لعل ما يقع في بعض النفوس الخاطئة التي تقع في بعض المعاصي، لعل ما يقع في بعض النفوس من اليأس أحيانا أو من عدم رجاء رحمة الله جل وعلا، لعل هذا كله يذهب عنها. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بينه وبين هوازن المعركة نصره الله جل وعلا عليهم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والأطفال سبايا، ثم جعلهم في مكان. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، فرأى امرأة من السبي ثكلى تجر خطاها تبحث بين هؤلاء الصغار الذين قد جمعوا، وكلما وقفت عند طفل صغير أخذته ثم رفعته ونظرت إليه ثم ردته إلى الأرض. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرقبها وأصحابه يتأملون في حالها، فإذا بها أثناء بحثها تجد طفلا صغيرا ثم تحمله وتنظر في وجهه ثم تضمه إلى صدرها وتلقمه ثديها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال أشار لأصحابه إليها، ثكلى قد اشتد تعبها وتعب ولدها وزاد مصابها ومصاب ولدها، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إليها ثم قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هذه المرأة التي قد ضمت ولدها إلى صدرها وألقمته ثديها وأطعمته من حليبها وجسدها، أترون هذه المرأة لو أننا أشعلنا نارا ثم أمرناها بأن تطرح ولدها في النار وتنظر إليه يحترق، أترون أنها ترضى؟ يمكن أن ترضى؟ فعجب الصحابة، وقال بعضهم لبعض: كيف ذلك؟ كيف تطرحه يا رسول الله وهي قد ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها؟ كيف تطرحه وقد عظم مصابه ومصابها واشتد شوقه وشوقها؟ لا يا رسول الله، والله يا رسول الله لا تطرحه في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه، كيف تطرحه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لهم: والله لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. نعم، الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، بل قد روى الطبراني والبزار بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يوما في المسجد، فبينما هو جالس بينهم في مجلس مبارك تعطره أنفاسه صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويحدثونه، فإذا بشيخ كبير هرم قد أقبل إليهم يجر خطاه يدعم على عصا، وقد احدودب ظهره وقد ضعف بصره حتى ما يكاد يرى. قال أنس راوي الحديث: وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. أقبل هذا الرجل يدعم على عصاه حتى وقف
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ويده تنتفض على عصاه، قال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة، أي لا صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم، فهل لذلك من توبة؟ فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فإذا شيخ كبير قد كبرت سنه ورق عظمه واحدودب ظهره وضعف بصره واقتربت منيته حتى ادعم على هذا العصا، وإذا به يعترف بكبائر وصغائر، وإذا به يعترف بجرائم كان قد عملها في شبابه وفي هرمه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال هل أسلمت؟ أنت مسلم أم ماذا؟ هل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. فانتفض الرجل وقال وغدراتي وفجراتي، كل هذه السيئات تقلب حسنات؟ وغدراتي وفجراتي؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وغدراتك وفجراتك. قال أنس فولى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ومضى وهو يدعم على عصاه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال والله ما زال يكبر حتى غاب عنا. نعم، رحمة الله عز وجل واسعة، ومن سعة رحمته أنه لا يغفر السيئات فقط، كلا، بل يبدل السيئات حسنات، بل حتى السيئات التي تكون أيام الجاهلية تغفر، أما الحسنات التي تفعل أما أيام الجاهلية فإنها تبقى، كما في الحديث الصحيح أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أي أتعبد من عتاقة وصلة رحم وصدقة، كنت كافرا لكني كنت أتعبد بها يا رسول الله حتى أثناء كفري، هل لي أجر لما أسلمت أم أنها تذهب، الجاهلية تذهب بأجرها ووزرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. الله أكبر. السيئات تغفر، والحسنات التي أيام الجاهلية تبقى لصاحبها بعد الإسلام، بل حتى السيئات التي أيام الجاهلية تبدل لصاحبها حسنات بعد إسلامه. فبالله عليك ماذا بقي؟ إن ربنا جل وعلا رحيم غفور. واستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يقرر لعباده أنه مهما كبر الذنب أو صغر فإنه يدخل تحت رحمة الله جل وعلا ما دام أن العبد قد حقق شروط التوبة وقد تاب في وقت المهلة، ليس تاب بعدما خرجت الشمس طلعت الشمس من مغربها أو بعدما ينزل به الموت. استمع إلى قول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ما هو جزاؤه يا رب؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم أكد الله عز وجل ذلك بقوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. بل إن من عظمة ربنا جل جلاله مع غناه عن عباده إلا أنه يفرح بتوبة عباده إذا تابوا إليه. وانظر إلى ذلك الرجل الذي قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا خبره، وهو يبين لنا في هذا الحديث عظم فرحة الله جل وعلا بتوبة عبده. قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات، في أرض صحراء موحشة ليس فيها ماء ولا طعام ولا أنيس ولا جليس. قال كان على هذه الراحلة في أرض فلات وراحلته عليها طعامه وشرابه،
نام هذا الرجل فانفلتت منه راحلته وهربت، مضت، استيقظ ما وجد الراحلة، حاول أن يجدها، أن يبحث عليها، أن يلتمس خبرها، لم يستطع أن يقف لها على خبر. هذا الرجل يئس من الراحلة، طعامه فوقها، شرابه فوقها، فراشه فوقها، لباسه فوقها، ما استطاع أن يحصلها، فبكى وعلم أنه قد نزل به الموت وأنه هالك. فأتى هذا الرجل واستظل تحت ظل شجرة ينتظر الموت أن ينزل به. قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ استيقظ من منامه فإذا راحلته عند رأسه. قام هذا الرجل وأخذ الراحلة وأمسك بها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، المفروض أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه من شدة الفرح أخطأ، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. تأملوا أيها الأحبة كيف كانت شدة فرح هذا الرجل بأن وجد راحلته. الله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من فرح هذا الرجل براحلته. أما هذا الرجل فلا نعجب من فرحه بالراحلة، لأنه رجل يحتاج إلى الطعام الذي فوقها، يحتاج إلى اللباس، يحتاج إلى الفراش، يحتاج إلى الشراب، يحتاج أن ينتقل بها إلى أهله، فهي تمثل بالنسبة إليه موت أو حياة. أما الله جل وعلا مع عباده فهو سبحانه وتعالى غني عنهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فهذا الأمر مقرر عندنا أن الله جل وعلا هو غني عن عباده، كما قال سبحانه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حليم. نعم، نعلم أن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد من عباده مهما وقع من هذا العبد شيء من هذه الأمور. أسأل الله جل وعلا أن يعمنا جميعا بمغفرته، وأن يدخلنا جميعا في رحمته، ولعله فيما يأتي من حلقات نقف على صور من عظم رحمة الله جل وعلا لعباده. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.